السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. كل عام وحضراتكم بخير، مكملين اكلات رمضان الجميلة ان شاء الله تحوز اعجابكم. النهاردة هعمل سمك سنجاري وبسارية، وهعمل رز، وهعمل جمبري، بس بكميات يعني بسيطة. ممكن تاخدي منها وصفة واحدة تعمليها أكلة، أو ممكن وصفتين أو التلاتة مع بعض كعزومة تعجبك إن شاء الله. جبت سمك بوري وهنضفه قدامك إن شاء الله بطريقة كويسة. يعني سمك البوري من السمك الجميل النضيف حلو، يعني ما هوش بيبقى صعب في تنظيفه. انا شلت القشر اللي بره والزعانف وكده ونضفته كويس، وفتحت بطنه ونضفته. هشيل سلسلة الظهر اللي فيه دي، وهشيل اي شوك في الجناب دوت، علشان احنا هنعمل سمك سنجاري ممكن هتتاخد قطع كده تتاكل يعني. فهحاول على قد ما اقدر اشيل الشوك اللي هو بيبقى طالع من سلسلة الظهر دي. السمك طازة بسم الله ما شاء الله، يعني مش يعني هشيل سلسلة الظهر منفردة كده، مش هيطلع معاها لحم ولا حاجة. وهنضفه واشيل منه اي حاجة جواه كده بايدي كده وبالفرشة، مش هخلي فيه اي حاجة. هيبقى سمك يعني سمك نضيفة. هي اصلا سمكة البوري دي سمكة نضيفة وجميلة. هنضفها كويس وبس بالراحة يا جماعة، مش عشان انا ماسكة الفرشة دي يا بلاط يعني، لا، بالراحة على دي سمكة. يعني ده كائن حي كده، حاجة يعني حاجة رقيقة كده، هو يعني بالراحة عليها وانا بنضفها علشان ما اسلخاش يعني. وانضف الفرشة وارجع تاني اغسلها بالراحة، يعني بالراحة على السمك وانا بنضفه علشان ما يتهراش مني في ايدي، لان كده انا هشيل السلسلة فاللحم كله هيبقى باين. وهحاول على قد ما اقدر اطلع الشوك اللي جواه. السمك السنجاري دون من الاكلات الجميلة، يعني الكل بيحبه. سمك جميل وطعمه جميل، وكمان مش بياخد زيوت كتيرة، فبيبقى يعني سمك صحي، يعني ما هوش مليان زي المقلي يعني كده، فهو خفيف. فالناس بتحاول تعمله في رمضان علشان يبقى خفيف كده على المعدة. كفاية مثلا ان انا هعمل بسارية هتبقى محمرة بردك، وبردك فيها نسبة زيوت وكده. هحاول اطلع بالراحة، اطلع الشوك اللي في الجناب ده. لو انا معرفتش اشيله بايدي يا جماعة، اجيب ملقاط كده واشيله بالراحة. بس هو باين كده، اعمل بايدي كده هلاقيه باين تحت ايدي، وانا اشيله بسرعة. وهغسله كويس، وهنقع السمك بعد ما هغسله هنقعه في حبة ليمون بملح، بس يعني مش ملح كتير وليمون كتير، لا، شوية صغيرين. بس انا غسلته ونضفته كويس، فعلا هو مش هيبقى محتاج مثلا اللي يتركم في ملح وخل او اي حاجة من دي، لا، حبة صغيرين، حبة ملح شوية صغيرين، مثلا ليمونة، نص ليمونة، وانقعه شوية وانضفه كويس يا جماعة. وبرضك يعني كل ما الاقي شوكة وانا بنضف اشيلها. اهوت بسم الله ما شاء الله، اهوت طلعت مني كل الشوك يعني طلع. السمك البوري دون فيه لحم يعني ملحم. انا خلصت كده تنظيف السمك البوري، هعمل الجمبري. هنضف الجمبري، لازم يا جماعة هغسله كويس عشان الرمل، واطلع كيس الرمل اللي جواه ده. اجيب خلة وهحطها في الظهر كده، اسيب مثلا حبة صغيرين وادخل الخلة واسحب كيس الرمل اللي فيه ده بالراحة يا جماعة، وانا بشد كيس الرمل علشان ما يتقطعش مني. لو انا طبخته يا جماعة من غير ما اشيل كيس الرمل دوت، بيبقى بيقرقش وطعمه مش حلو، يعني مش هيبقى حلو. فبشيل كيس الرمل كده بالراحة، اسحبه بالراحة، هو سهل جدا يعني مفيش حاجة. لو انا ما عنديش خلة هجيب ظهر المقص او ظهر السكينة وادخله كده في الظهر، واشيل بيه كيس الرمل. بردك سهل ما فيهاش اي حاجة. بعد ما اشيل كيس الرمل هغسله. وجماعة انا باكد بالراحة، اشد كيس الرمل كده بالراحة خالص، هو هيطلع معايا، مش هيبقى بيعذب او حاجة يعني، بالراحة. ومرة في مرة
هعرف يعني وكده. لو انا حسيت ان كلها ما طلعتش يعني في حته جوه، اجيب من الاخر كده واجي شايلاه. خلصت كده انا الجمبري. هجيب البسارية بردك، لازم انضف البسارية. انا بنضف البسارية يا جماعة، بشيل الراس واسحبها كده، تيجي مطلعه المصارين وكل اللي جواها كده اهي، بطريقة سهلة يعني، مش عايزة حاجة. جماعة انا جايبة كيلو بسارية، انا قسمته على 3 مرات يعني. هعمل شوية والباقي حطيته في كيسين كمان وشيلته المرتين تانيين اهو. ممكن اعمل البسارية لوحديها يا جماعة كأكلة منفصلة، ممكن اعمل الجمبري كأكلة منفصلة لوحده، ممكن بردك اعمل السمك السنجاري كأكلة منفصلة لوحديها. عايزة تجمعي بين 2 منهم او 3، ليكي حرية الاختيار ان انت تعملي كده اهوت. اشيل الراس واسحبها كده، هبص الاقيها مطلعة كل اللي جواها وما يبقاش فيها اي حاجة. ساعات بتبقى في البسارية رمل بردك كده بتقرش، بتخلي طعم البسارية مش حلو اهو. انا يا جماعه بسم الله ما شاء الله يعني بتطلع مني بسهوله. هي البسارية صغيره ما فيهاش حاجه، بس احنا لازم بردك ننضفها كده ونكرمها ونعمل لها شخصيه اهي. البسارية طعمها جميل بردك، لو اتاكلت لوحدها بتبقى سخنه مع رز مع حبه بطاطس مع حبه سلطه، بتبقى في منتهى الجمال يعني. اكل في منتهى الجمال يعني، لو هي اتعملت لوحديها تبقى اكله في منتهى الجمال، اكله اقتصاديه مش عايز اي حاجه كده معاه. حبه رز وحبه بسارية وسلطه خضراء وبطاطسايه حبه مسقعه، تبقى في منتهى الجمال، اكله جميله اهو. بردك انا عامله مثلا 3 انواع بس مش كتار يعني. مثلا الجمبري ده كيلو وربع، قسمته بردك على 3 اكياس يعني، مش عامله كيلو وربع بحاله يعني جمبري كبير، لا بردك زي ما كنا بيقولوا مثلا كده ريحة البر ولا الحرمان اهو. هعمل، انا خلصت البسارية وهغسلها واعمل الجمبري. انا كده غسلت الجمبري يا جماعة وحطيته على النار الاول كده، هقلبه تقليبه وهحط معاه، بعمله زي كأني بسلق لحمة. هحط طماطم واحط فلفل وجزر وبصل، وهحط معاه دقة توم، حتة توم شوية صغيرة يعني، دقة توم يعني نص معلقة توم كده. وهقلبه كويس على النار كده تقلبتين، وهحط له ملح وما بسيبوش الملح للاخر، واحط له بردك حبة فلفل اسمر وحبة كمون وحبة بابريكا. وهقلب المكونات دي كلها مع بعضيها كويس واسيبه يطيب. ما بياخدش طياب يا جماعة، ما بيزيدش عن 5 دقايق طياب على النار. اول لونه ما يحمر كده ويعني يقعد حوالي 5 دقايق على النار بيبقى جميل. بكتر له الكمون شويه بردك، ده سمك يعني نوع من انواع الاسماك. هقلبه واحط له حبه ميه واسيبه على النار يستوي. مش هياخد يا جماعه، باكد مش هياخد اكتر من 5 دقايق. انا بحط له يا جماعه بردك، بحط له بصل وبحط معاه نص ليمونه، بحط بصل وبحط جزر وبحط فلفل اخضر وبحط دقه توم حبه صغيرين كده، دقه توم وطماطمايه. بعمله كاني بعمل شوربه. انا هعمله هنا بالشوربه، مش هحمره في زيت بليمون بخل وكده، لا هعمله كده. وحطيت له كمان حبه كركم عشان يديله لون جميل. بسم الله ما شاء الله لونه جميل اهوت في منتهى الجمال. اصلا الجمبري بيبقى بيدي لون جميل كده احمر كده، بيبقى شكله حلو. وهزود له الميه وهسيبه على النار قلت 5 دقايق بس ان شاء الله يعني. انا غسل البسارية يا جماعه وجاهزه، حطيت عليها دقه توم انا كنت عاملاها معاكم قبل كده قبل رمضان. حط عليها بقى الكمون، واحط عليها زود لها بردك حبه فلفل اسمر، واحط عليها ليمون يعني هتبل البسارية دي كويس جدا بالمكونات دي. واحط بردك كزبرة ناشفة، واحط معاهم حبة ملح يعني، وليمون كتير يعني. الاسماك والحاجات ديت والبسارية جميع الاسماك يعني بتحب الليمون الكتير. انا كنت غسلاها كمان ونقعاها يا جماعة يعني، حبة ليمون شوية صغيرين وحبة ملح. هي نضيفة بسم الله ما شاء الله. انا كنت منضفة قلبها ما فيهاش اي حاجة. هعملها كده بالدقة بتاعتها دي واركنها شوية
واركنها شويه تاخد وتدي كده مع بعضيها في التتبيله، عبال ما احضر السمك السنجاري. عشان يا جماعه الاكل كله يبقى سخن، هطلعه كله مره واحده على الفطار ان شاء الله. هنا هعمل السمك السنجاري، عملت جزر مبشور وفلفل الوان وطماطمايه وبصل وليمون ودقه وكركم، هعصر كميه ليمون كويسه، يعني ليمونتين كبار كده. هعصر ليمونتين كبار على الحشوه دي. وهعمل محضره جنبي هو الطبق فيه كمون وشطه، كمون وشطه وكزبره وحبه كاري وحبه بابريكا. بس هعصر ليمون يا جماعه كميه ليمون كويسه، يعني ليمونتين كبار كده على المكونات دي. السمك طبعا اي سمك بيحب الليمون، يعني الليمون والكمون دولت، يعني تقولي سمك تقولي ليمون وكمون. الفلفل الالوان ده يا جماعه انا كنت مخزناه في الفريزر، بطلعه اعمله على طول، يعني ما بس مش مثلا يا دوبك يفك سنه كده، يعني هو مجمد شويه، هعمله على طول. والمكونات دي كلها اخلطها مع بعضيها، وهخلطها كويس كده مع بعضيها دعكه حلوه كده مع بعضيها، من غير مثلا ما ادعكها جامد، معصورها يعني كده. المكونات اللي هو فلفل اسمر اهون، فلفل اسمر وكاري وحبه شطه والملح بردك، حسيت ان الملح ياما فحجزت الحبه دولت ما حطيتهمش اهو، لان انا لسه بردك السمكه هتبل السمكه دي تتبيله الخضار ده تتبيلته. انا باخد يا جماعه بفرش فرشه كده تحت السمك السنجاري او اي سمك بعمله في الفرن، باخد قشر البطاطس، قشر الجزر، حتى لو قشرة البصلة كبيرة شوية كده، اجي حطها في القعر كده علشان تحميلي السمكة من تحت، ما تحرقهاش. ولو في اكتر بردك كنت حطيت تحت يعني كده، واحط عليهم حبة زيت وعشان تحميلي السمكة من تحت اهو. وممكن ارش رشة ملح كمان بردك من تحت عشان تبقى السمكة مملحة وطعمها جميل بردك. انا هحط السمك البورة هون، انا غسلاه كويس يا جماعة، بسم الله ما شاء الله جميل اهو. وهحطه يعني تكون الواحدة مفرودة كده، يعني مش جايين على بعضيهم او حاجة اهي. الصينية كبيرة واخداهم كلهم. انا هعمله يا جماعة بالطحينة ان شاء الله. مرة هعمله مع حضراتكم بالمايونيز. انا هعمل دوت بالطحينة. هجيب معلقة طحينة كده كويسة، وهقسم معلقة الطحينة على الثلاث سمكات دول. هو بيبقى طعمه جميل جدا بالطحينة، وبرضك بالمايونيز بيبقى طعمه في منتهى الجمال. هعمله مرة كده ومرة كده ان شاء الله. يعني ادي معلقة الطحينة اهي، هحط حبة هنا يعني هقسمها عليهم، هكملها هنا. وتبقى ان شاء الله تبقى الاكله دي تعجبكم. ممكن تكون ديت قايمه بذاتها كده، سمك سنجاري مع بطاطس، مع عيش، مع مسقعه، او حبه رز تبقى، وحبه سلطه تبقى في منتهى الجمال. انا قلت يا جماعه ممكن واحده بس، يعني سمك سنجاري، ممكن السمك اللي هو البسارية، ممكن الجمبري كده، يبقى مع يعني كل واحدة لوحديها، او اجمعهم مع بعض او اجمع اتنين مع بعض. هدعك السمكة كده بالطحينة بالراحة. يعني ده سمك، يعني لقيت شوكة كمان اهي وانا بعمل فشلتها اهي. ادعكها كويس كده، اشرب السمكة بالطحينة كلها كده، يعني معلقة طحينة عليهم كلهم، يعني مش كتير. وكمان هجيب دقة وبردك احط، عشان دي تملحة السمكة. انا بملح كل حاجة لوحديها يا جماعة، يعني السمكة املحها لوحديها والدقة بتاعتها، بس ببقى عارفة كل حدق ملح ايه، يعني ببقى عارفة حدق دي ايه ودي ايه. بسم الله ما شاء الله شكلها جميلة اهو. واحط بقى عليها الخلطة دي في منتهى الجمال يا جماعة. على فكرة ممكن تدبلي البصل الاول على النار في حبة زيت، وبعدين تحط الجزر، وبعدين تحط الفلفل، وبعدين تيجي حاطه الطماطميه، كل واحده تقليبه كده لوحديها على النار، وبعدين تيجي حطاها على السمكه كده.
لكن انا فضلت ان انا اعملها ني في ني كده اهي. يعني اكتفيت بتشويحها في الفرن انها تخش الفرن كده على السمكة اهي. اتحطيت على السمكة كلها، ما سبتش مكان فيها ايه فاضي عشان تتشرب بالتتبيلة. ممكن تسيبيها شوية لو انتي مش مستعجلة، ممكن تسيبيها شوية مثلا نص ساعة ساعة زي ما انتي عايزة، وممكن تقفليها تضميهم على بعض وتقفليها. بس كده احنا بنفضل تبقى كده شكلها جميل اهو. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا يا جماعة. اللي لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك وتعليق جميل من حضراتكم. اللايك بيرفع مشاهدة القناة. لو انتوا حسيتوا ان انا بتعب او بعمل مجهود، قدروا مجهودي واعملوا لي اشتراك في القناة ولايك. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميلة هون. بالهنا والشفا، لو عملتوها يا جماعة والله هتعجبكم في منتهى الجمال. هتأكل اكتر ما هتأكل اللحمة وكده. دي جميلة ولا الفراخ. السمك طعمه جميل، والسمك السنجاري بالطريقة دي في منتهى الجمال. ولو ان شاء الله عملته بالمايونيز بردك في منتهى الروعة اهوت. بسم الله ما شاء الله. هي كده هحط لها حبة زيت وتبقى جاهزة انها تخش الفرن. بدخلها الفرن يا جماعة على درجة حرارة 200. السمك اصلا ما بياخدش طياب بردك في الفرن حوالي تلت ساعة. واخد بالي يا جماعة اي حاجة كل فرن ممكن يعلى منك كده، كل فرن وله الظبطة بتاعته. انتي تاخدي بالك من الفرن بتاعك بيولع ازاي، درجة حرارته فين، الحتة الانهي اللي درجة حرارتها اعلى من التانية. يعني ساعات بتبقى الفرن حتة عالية، النار عالية ونار واطية. وهزوقه كده انا حاطه ليمون وكافي كده. كده كأني بعمل له بزوق السمك كده بس يعني اهو. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل ويفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. هحط لهم حبة زيت، حبة صغيرة مش كتير، على اساس ان هو السمك بردك البوري سمك دسم مش سمك كده. وبردك القرنين الفلفل دولت بردك للتزيين اهو. بسم الله ما شاء الله. وهدخله الفرن. بسم الله ما شاء الله اهوت. هعمل بقى البسارية علشان احطها على النار بردك تبقى سخنة. هبدرها كده بالدقيق. دقيق بس يا جماعة، عليه حبة كمون وحبة كزبرة وحبة ملح على الدقيق ده. ما حطيتش نشا ولا حاجة علشان البسارية ضعيفة اصلا. فهو انا هعمل كل 3 هلزقهم كده في الدلم مع بعض كده علشان ما يمسكوش كده ببعض، يبقوا مثلا كل 3 مع بعض باينين كده وشكلهم جميل. ممكن تعملي كل 4 كل 2 تسيبيها واحدة زي ما انت عايزة. يعني ليكي حرية الاختيار في تقديم سفرتك شكلها ايه اهوت. بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل. عملتهم 3 كده والزقهم كويس كده من قدامي بالدقيق كده، اجي لازقهم من الديل كده من تحت اهون. كمان اعمل معاكم تاني اهون. سهلة يعني مش حاجة، بتخلي شكل السفرة جميل. بس هو يعني طعم البسارية يعني. هي اصلا البسارية طعمها جميل من غير حاجة، تنفع اكلة لوحديها جميلة في منتهى الجمال اهي. بسم الله ما شاء الله اهو، جميلة هي. وابدرها بالدقيق كويس، وافردها كده عن بعضيها علشان ما يلزقوش في بعض اهو. بسم الله ما شاء الله، شكل البسارية جميل. هي متنضفة طبعا يا جماعة من جوه، ما فيهاش اي حاجة يعني تتاكل كده. يعني ينطبق عليها المثل اكلت السمكة حتى رأسها دي. هي كده ما فيهاش راس وما فيهاش حاجة. يعني ممكن تمسكيها من تحت كده تاكلها كلها بملحة، وطعمها في منتهى الجمال. عليها ليمون، عليها دقة ناشفة مقرمشة كده في منتهى الجمال. كل سنة وحضراتكم طيبين وبيوتكم عمرانة بالخير يا رب، وربنا يعيد علينا الأيام ديت بخير. معلش يا جماعة الفيديو طول شوية، لأن دومت مش أكلة واحدة، يعتبر 4 أكلات، ولسه كمان هعمل مسقعة وأعمل بطاطس. معلش الفيديو طول شوية،
بس يا رب تكونوا استفدتوا منه ولا حاجة. لو زهقتوا يعني معلش بقى، استحملوني المرة دي. يعني اول مرة انا اعمل فيديو طويل كده، بس لقيت مثلا ان انا هعمل الحاجات دي كلها ما ينفعش في 6 او 7 دقايق اقول كل حاجة عن الحاجات دي. يعني انضف جمبري، انضف بسارية، انضف سمك بوري، ما ينفعش كل دوت يتعمل في 10 دقايق. انا كان كبير يعني، اكبر حاجة الفيديو عندي بيبقى 10 دقايق 12 دقيقة كده. فهي مجموعة وصفات كده مع بعض، يعتبروا 3 4 وصفات مع بعض. فمعلش بقى المرة دي اهو خلصت انا كل البسارية هي. بسم الله ما شاء الله شكلها جميل. هنضف وهفردها بردك، هنضف المكان كده وهفردها كلها عشان اخد منها واحمر كده على طول. بس قبل ما هعمل البسارية هحمر قدامها البتنجان عشان اعمل مسقعة. اهي شكلها، شكل البسارية هي دوت الشكل النهائي. هيتحمر حركنها شوية واحمرها على طول اهو. بسم الله ما شاء الله. انا هو مقطعه البتنجان عشان هعمل مسقعه. الاول هعمل البطاطس دي، انا عملتها معاكم قبل كده. فيعني هحط عليها الدقه واحط عليها حبه كمون، وما بحطش عليها فلفل اسمر. دي يا جماعه ما بتحطش عليها فلفل اسمر، كمون كمون ودقه وحبه ملح وحبه زيت وحبه ميه، شقشاق بسيط كده ميه. بطيبها على البوتاجاز الاول من فوق واظبط ملحها، وطيبها على البوتاجاز الاول من فوق، وبعدين احطها في الفرن. يعني قلت بدل ما احمر تاني بطاطس اهو بالمره، ومش هتشرب بردك زيت كتير. احطها في الفرن اهي. هي البطاطس دي تمشي مع اي نوع من الاسماك اللي انا عاملاها، حتى لو لوحدها يعني. بسم الله ما شاء الله. بردك بيبقى طعمها في منتهى الجمال، تتاكل بالعيش كده، جميلة والله. بسم الله ما شاء الله. هقلبها واقلبها كويس كده علشان تبقى مملحه من كل الصينيه كده، مملحه حدق واحد. واحطها على النار تطيب فوق شويه، وبعدين احطها في فرن البوتاجاز تاخد وش فوق من الشوايه اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. ولازم اغطيها يا جماعه عشان تطيب كويس. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب ويرزق الجميع. ما شاء الله. هحط البطاطس في الفرن يا جماعه، واحمر البصله ديت علشان اعمل رز احمر او رز صياديه للسمك. هعمل حبه رز شويه صغيرين خالص يعني. حمرت البصلايه ديت وحطيت عليها دقه توم شويه صغيره، وهقلبها. وهحط كان عندي حبه شوربه من الجمبري، خدت حبه منهم شويه صغيرين وحطيتهم على الرز عشان يديله طعم كده وخليه حلو. حطيت حبة ملح، ظبطت الملح، وحطيت حبة كمون وحبة كزبرة وحبة بابريكا، وهقلبهم كويس كده. وهغسل الرز واحطه. لقيت المقلاية دي صغيرة فغيرته في الحل. هم حبة رز شوية صغيرين يعني اهو. وهحطه يغلي غلوة وبعدين اوطي عليه خالص. هعمل التسبيكة للمسقعة. عبال ما احمر البتنجان والفلفل تكون التسبيكة ديت بقت اتسبكت، يعني تسبيكة المسقعة. توم بعملها بتوم وقرن فلفل اهو حراق، حطيته كده معاه. هقلبها تقليبتين. انا ما بحبش التومه ديت تحمر قوي يا جماعه، بحطها كده وهي يا دوبك ريحه التوم تطلع. اجي ضربه طماطم في الخلاط ضرب خشن كده واحطه عليها يعني، واقلبها واظبط الملح بتاعها واسيبها تتسبك عقبال ما احمر البتنجان. هغطي عليها والغطا مش عاجبه بيقع. ادي السمك خلص اهوت. بسم الله ما شاء الله شكله جميل اهو. ولو حاجه اتحمشت يا جماعه بتبقى في الحاجات اللي انا حطاها تحت. بسم الله ما شاء الله اهي شكلها في منتهى الجمال. فاضل بقى عندي ايه؟ المسقعه. عملت البتنجانيه دي هعملها مسقعه، بس هتبقى حراقه شويه كده، جميله كده تفتح النفس كده للاكل. هحمر البتنجان. بياخد لون غامق شويه يا جماعه. لو انا طلعته فاتح البتنجان لازم اتك عليه في التحمير شويه. لو انا طلعته فاتح، لما بتحطي البتنجان في الدمعه
بتلاقيها يعني عاملة بيضة مقيحة كده، لازم تاخد لون غامق شوية. بسم الله ما شاء الله اهيت. هحمرها من الجنبين، الجنب دوت ويعني الناحيتين يعني تحمير يعني بتنجان. المسقعة برضك والله تنفع أكلة لوحديها جميلة، مع حبة بطاطس، مع رغيف عيش كده بلدي بسم الله ما شاء الله، مع حبة فول، تبقى جميلة في منتهى الجمال يعني. يا جماعة دي أفكار تعملي منها اللي انت عايزاها. نحطها مع حبة عدس كده شوية صغيرين، مع حبة سمك مقلي، مع حبة سمك مشوي، مع حبة فول وطعمية، في منتهى الجمال. اهوت يا جماعة انا بحمرها بقلبها على الوشين، لازم تطلع لونها جماعة، لونها يعني غامق شوية، ما تطلعش فاتحة. خلصت انا البتنجان واعمل البسارية. هحمرها في حبة زيت يعني كده، مش هكتر، حبة شوية صغيرين على القد، لان دون حوالي تلت كيلو بسارية يعني، مش كتير. البسارية بتبقى يعني حمرا، يعني تحميرها ذهبي كده حلو يعني، ما بتاخدش، هي ضعيفة اصلا، ما بتاخدش تحمير كتير. الاول كنا بنحطها كده ونشيلها بالكبشة كده بالمقصوصة، بس ده الجديد بقى نعمله ايه عشان العيال تاكل كده ويبقى يعني نفسهم مفتوحة على الاكل كده، اشكال وحركات كده. هي احافظ على شكلها يا جماعه، انا مش قاعده تعبانه فيها وقاعده الزق فيها وبعدين احطها فوق بعضيها، لا يعني افردها كده يعني، هتعب شويه كده وهتاخد وقت. برضه ما انا كنت عايزه احطها بالكبشه كنت سبتها، ما عادش الزق فيها. فهي بسم الله ما شاء الله تبقى جميله ان شاء الله، بالهنا والشفا. لو جربتوها برضك تبقى جميله كده وشكلها حلو. ادي التسبيكه بتاعه المسقعه. انا بعمل كل حاجه يا جماعه كده وانا واقفه، مره واحده كده اجهز واقوم اعمل كل حاجه كده مره واحده. انا بحط للمسقعه فلفل اسمر يا جماعه وكمون، حطيت لها حبه فلفل اسمر واحط لها حبه كمون، وهدوق الحدق بتاعها اشوفها مالحه ولا كده، وهظبطها كويس اهي. كان عندي كمان يا جماعه حبه بطاطس بايتين، كنت حطاهم في الفريزر، حطيتهم بردك مع المسقعه اهم، فكوا كده وجيت حطاهم مع المسقعه، بردك بيدوها طعم جميل يعني. بس ما تخليهاش تغلي كتير عشان ما تتهراش، هي غلوه واحده كده، تقليبه كده بس على النار، وهتاكلي احلى مسقعه ان شاء الله اهي. عايزه تحرقيها بقى انت حطي قرنين فلفل حاميين وكده. وده كان فطارنا النهارده. وكان عندي سمكتين بردك مشويين، انا مش عاملاهم دول يا جماعه، كانوا موجودين عندي جيت حطاهم مع الاكل. بسم الله، اللي كانت انا شاويه مع حضراتكم بردك قبل كده هما كانوا موجودين. بسم الله ما شاء الله اهوت، قدمتها مع سلطه خضراء ومع شوربه الجمبري ومع توميه وبألف هنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده بسيطه مع قناه اكله بسيطه.